كتير بيبقى نفسنا أوي ناكل حاجة حلوة وفي نفس الوقت ما نحسش بالذنب، عايزين نعمل حاجة بقى صحية ولذيذة وسهلة بمكونات مضبوطة من غير دقيق ولا سكر، علشان نحافظ على إنها تكون صحية أكتر قدر. أنا هنا جبت نص كيلو من دقيق الشوفان، أو لو عندكم شوفان وممكن تطحنوه في البيت مفيش مشكلة، يعني يبقى خشن، هو كده كده بيبقى خشن. هضيف عليهم 3 معالق كبار سمنة، يعني أقل شوية من 100 جرام، يعني حوالي نص كوباية سمنة. هضيف عليهم كوباية الا ربع من العسل الأسود. العسل الأسود هيكون اختيار أحسن بكتير وصحي أكتر من السكر، وهيدي طعم حلو جدا يا جماعة، انتوا بجد بجد لازم تجربوه. أنا هنا بس بقلب العسل، طبعا احنا مش حاطين مادة دهنية كتير، فأنا هنا هزود، يعني أنا بالظبط كده حطيت كوباية إلا ربع من العسل الأسود. أنا استبدلته بدل السكر عشان طبعا هيكون صحي أكتر. هنقلب كويس كويس، هتلاقوا دلوقتي احنا طبعا مش حاطين مادة دهنية كتير، بس العسل مع المادة الدهنية اللي احنا حطيناها هيمسك، بصوا هتلاقوه مسك مع بعض وابتدى يلزق، طبعا غير السكر خالص، وده هيسهل علينا. بصوا انا بوريكم هنا قد ايه كمية السمنة اللي استخدمناها. البرطمان ده 250 جرام، طبعا ما كانش مليان على اخره، فانا تقريبا استخدمت نصه. هنزل بقى ببيضة، انا مش هضيف بيكنج باودر، انا هحط رشة فانيليا بس، مش هضيف بيكنج باودر لان الشوفان اصلا ملوش عرق، والشوفان حاجة مفرفرة كده يعني، بيتفرفت بسهولة، فاحنا مش محتاجين نحط له بيكنج باودر بقى علشان يخليه هش، لا هو هش لوحده. هنزل بقى بنص كمية الشوكليت شيبس اللي عندي، لو عندكم شوكولاتة اللي هي الشوكليت البار دي ممكن نقطعها قطع ونحطها برضه مفيش مشكلة، مش لازم شوكليت شيبس. انا كانت عندي دي، لكن في الطبيعي ساعات بكسر شوكولاتة وبحطها مفيش مشكلة خالص. هقلب بقى، بصوا انا مش هوقف الفيديو، انا عايزه اوريكم بعد ما كان ملزق خالص، بصوا ايه اللي حصل. طبعا احنا البيضه دي قلبنا فيها كويس علشان تتشرب، تدخل في كل الكوكيز، فجأة الدنيا طبعا لزقت. دلوقتي بصوا هتلاقوه فجأة اتشرب كل السوائل ونشف، بصوا نشف ازاي، مع اني ما ضفتلوش اي حاجه، يعني ما تضيفوش دقيق تاني ولا اي حاجه، لا سيبوه كده، هو لوحده هتلاقوه امتص كل السوائل ونشف ومسك نفسه. طبعا هشكله كله، هضيف له شوكليت شيبس فوق الوش زيادة عشان يبقى شكله أحلى والشوكليت فيه أكتر. هتعملوه بالسمك اللي انتوا عايزينه، أنا بحب الكوكيز يبقى عالي ومرتفع وتخين كده، لو عايزين تعملوه تضغطوا عليه أكتر من كده يبقى أرفع براحتكم طبعا. هسويه بقى ازاي، هنحطه في نص الفرن على درجة حرارة عالية لمدة من ربع لتلت ساعة تقريبا، وهنفضل طبعا نتشيك عليه كل شوية، أول ما ياخد اللون ده يبقى استوى. عايزين نسوي الحمر الوش براحتنا، مش عايزين هو كده تمام، هنسيبه بره شوية، هنلاقيه خلاص هو نشف، هيبقى طبعا طالع طري شوية من الفرن، وبعدين هيمسك نفسه صحي جدا، وبصوا طري ازاي، شايفين هش جدا، مش محتاج بيكنج باودر خالص، طعمه حلو، الولاد هيحبوه، ممكن جدا ياخدوه معاهم في اللانش بوكس. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم. مستنية رأيكم في الكومنت.